السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات اقتصادية مع أم سيرين. نتمنى تكونوا كامل لاباس. وصفة اليوم البنات جبت لكم كعك الغرب الوهراني من السم وخفيف وبزاف بنين. الوصفة حتكون وصفة اقتصادية وبلا بيض. الوصفة هذه سجلوها عندكم للعيد راهو على الأبواب. وصفة اليوم البنات راح تكون على طريقتي. جبتها لكم بمقادير مضبوطة واقتصادية في نفس الوقت راح تكون سهلة وسريعة التحضير. نتمنى برك اللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويخلي لنا إعجاب للفيديو بيوصل أكبر عدد من الناس. بلا ما نطول عليكم نروحوا مباشرة للوصفة. أول حاجة درتها هنا البنات كما شفتوني، جبت بول حطيت فيه كاس تاع ما دافي وزدت نفس الكاس كيلت به كامل المقادير، زدت به كاس تاع حليب دافي وكاس تاع نص زيت ونص سمن. اذا كان عندك ما كانش عندك الزيت تقدري ديري كيما درت انا، ديري نص زيت ونص سمن وخلطي مليح. ومن بعد كنا زدت كيله غير ربع تاع سكر، كما تقدري تكملي الكيله. انا ننصحكم ما تكملوش الكيله على جال الصحه تاعكم. زدت لوزاز تاع قارص. البنات هو اللي يمد هذيك الحلاوه اللي تجي في الكعك، صدقوني يجي بزاف بنين. ومن بعد البنات زدت معاها زوج مغارف كبار تاع خماره كما شفتوني، قرصه تاع ملح. بديت نطم في الفرينه، بديت نزيد الفرينه حتى تلمت لي العجينه تاعي، وجيت لسه قبليت وكما شفتوني هنا البنات دلكتها حوالي 5 دقائق ومن بعد حطيتها تخمر. هنا البنات كما راكم تشوفوا بعد ما خمرت خليتها خمرت لي حوالي 45 دقيقه. اذا كانت الكوزينه تاعكم بارده خلوها حتى لساعه. ومن بعد هنا بعد ما خمرت كما شفتوني حكمت العجينه تاعي قسمتها وبديت نشكل فيها خبيزات. هنا البنات انا العجينه تاعي خرجت لي 25 حبه تاع كعك. كي كبرت الحبه خرجت لي 25 حبه. اذا صغرتي الحبه وبالكيله اللي كيلتها انا حتخرج لك حتى 30 حبه. ومن بعد هنا البنات كما شفتوني بعد ما قطعت كامل العجينه تاعي وشكلتها خبيزات، زقمت هذوك الخبيزات تاعي. جبت هنا بلا درت له فرينه باش نضمن بلي العجينه تاعنا ما تلصقليش في البلا. حطيت فيه دوك الخبيزات وغطيتها بطرشونه. وهنا بديت باول خبيزه راح نشكلوها. اول خبيزه نشكلوها مع بعض. كما شفتوني حليت العجينه تاعي غير بليد. ننصحكم ما تخدموش بالحلال، علاه بليد تقدري تحكمي فيها. كما شفتوني بهذه الطريقه حليتها اوفال مستطيل كما شفتوني البنات. وبعد بديت نرولي فيها، بديت ترولي في العجينه تاعك وفي نفس الوقت تهويها، لازم تخرجي كامل الهواء اللي يكون فيها. ومن بعد غلقيها في الاطراف مليح، صيريها مليح باه ما هكا تضمني بلي العجينه تاعك ما تنحلكش بهذه الطريقه. بعد شفتوني البنات زدت روليتها بيجينا الكعك تاعنا يجي خفيف وما يجيناش ثقيل وما يجيناش مكدس بهذه الطريقه. ومن بعد هنا جبت الموس وبديت نشكل في هذاك الحربوش تاعي. وبعد نحكمو كما شفتوني البنات. وبعد كي حكمت هذاك الكعك تاعي غلقته في الطرف، لازم تاكدوا باللي تصيروا الكعك تاعكم هكا باش تضمنوا باللي الكعك ما ينحللكمش بهذاك الحباب، ما تنحللكمش في الفرن. بنفس الطريقه كما شفتوني البنات بديت تحطي فيه في البلا. بعد هنا بنفس الطريقه كما شفتوني بديت نحكم بالخبيزه، حليتها غير بيديا، بديت نرولي فيها في كل مره نروليها نهويها نخرج هذاك الهواء اللي فيها، غنزيرها مليح. بعد نشكلها بالموس ونشكل الكعك تاعي. هذا مكان في البلا تاعي اللي يدخل الفرن اللي كنت ديجا من قبل درت له ورقه طهي هكا نضمن بلي الكعك تاعي ما يلصقش. واذا ما كانش عندك ورقه، اذا ما توفرش ورقه طهي تقدري ترشي الفرينه ولا تدهنيها بالزيت عادي. ومن بعد هنا البنات كما شفتوني بعد ما غطيت بعد ما خليت الكعك تاعي يريح حوالي ربع ساعه على حسب الجو. هنا ديجا كان برد الحال خليته حتى ربع ساعه، اذا ما كانش برد الحال 5 دقائق 8 دقائق. ومن بعد دهنت الكعك تاعي بصفار بيض اللي درت له زوج مغارف كبار تاع حليب وقطرات برك تاع خل. هذا ما كان كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. ولازم تدهنوا مليح الكعك تاعكم باش تضمنوا يدينا هذاك اللون وهذيك اللمعه الشابه تاع الكعك. ومن بعد جبت هنا الجلجلان درت له تزيين بسيط وخفيف. طريقه تاع الطياب تاعو كيف راح تكون البنات؟ اشعلي الفرن تاعك لاعلى درجه. بعد كي تجي طيبيه واش راح ديري؟ تنقصي له متوسط وتحطي الكعك تاعك يطيب. كي تشوفي الكعك تاعك كي تشوفي هذاك البيض نشف
فما عارفين بلي الكعك تاعنا طاب من التحت، هكا باش تضمني بلي الكعك ما ينحرقلكش. طفي عليه من التحت وشالي عليه من الفوق، خلي حتى يدينا هذا اللون الشباب وطفي عليه. هذا ما كان. والكعك تاعنا كيما راكم تشوفوا البنات راه واجد معانا، صدقوني البنات جا بزاف خفيف. الوصفه تاع اليوم البنات كيما قلت لكم جبت لكم الوصفه السهله والسريعه للمبتدئات اللي جامي جربت الكعك، تتبع هذه الوصفه وهذه الطريقه وباذن الله راح ينجح معاها. نتمنى البنات الوصفه تاعنا تاع اليوم تكون عجبتكم وان شاء الله كنت خفيفه عليكم. اذا عجبتكم الوصفه تاعنا تاع اليوم البنات ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وديروا اعجاب للفيديو، والسلام عليكم.